ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على هل ده مرض نفسي ولا مرض عضوي ولا عاده مش مرض خالص. اول حاجه، لو انا طفلي بيحب يحط كل حاجه في بقه، لو انا طفلي صغير يعني عنده مثلا من 6 شهور لغايه 2 سنين، عادي جدا في السن ده. المرحله دي بنسميها المرحله الفميه، وفيها الاطفال بيحبوا يستكشفوا كل حاجه ببقهم. كمان الاطفال اللي بتسنن بيحبوا قوي يحطوا الحاجه في بقهم. طيب لو انا طفلي بقى عنده 3 سنين فيما فوق، يعني بيروحوا الحضانه وبيروحوا المدرسه وكده، وحطت الحاجه في بقه بتعوق العمليه التعليميه. يعني تيجي المدرسه مثلا تديله صلصال يقوم حاطه في بقه، تيجي تديله قلم يلون بيه يحطه في بقه، وهكذا. ده مرض؟ ايوه ده مرض حسي، وساعتها لازم اتجه لطبيب بيشوف لي المدخلات الحسيه عند طفلي، وساعتها بنتدخل بجلسات علشان الطفل يتحسن، وبيتحسنوا قوي الاطفال بالجلسات. طيب لو انا طفلي بقى عنده مرض شلل دماغي، الاطفال اللي عندهم مرض شلل دماغي بيحبوا قوي يحطوا الحاجات في بقهم، بيبقى كمان عندهم مشاكل حسيه. طيب انا اعمل ايه كأم؟ ان انا بشتري له حاجه معينه وبعلمه وبدربه ان هو الحاجه دي بس اللي يحطها في بقه. الحاجه دي بتبقى مثلا سلكه بتتباع للاطفال اللي عندهم مرض شلل دماغي. السلكه دي بتبقى ما فيهاش رصاص، وما بيبقاش فيها اي مواد ضاره لجسم الطفل. ببتدي انا بعلقها في السوسته او بعلقها في هدوم الطفل، وببتدي بدربه وبعلمه ان هو لما يبقى عايز يحط حاجه في بقه يحط بس السلكه دي. طيب لو انا ابني بقى تخصص ان هو يحط احذيه في بقه ايا كان السبب، هل هو مثلا بيسنن او كبير او كده، مهم جدا ان انا اقفل على المكان اللي بيبقى فيه الاحذيه. ليه؟ لان الحذاء بيسبب امراض كتيره جدا للاطفال. وتاني حاجة، لو أنا ماشية في مكان فيه زرع أو كده بيبقى فيه أسمدة وبيبقى فيه مبيدات وكده، وممكن يسبب تسمم للأطفال ومشاكل خطيرة. فمهم جدا إن أنا أقفل أماكن الأحذية، وبرضو بشوف هل مشكلة طفلي حسية ولا لأ مع التدخل بالجلسات. طيب لو أنا طفلي بيحب ياكل البراز، لازم دي مشكلة نفسية، لازم اتوجه لطبيب امراض نفسيه علشان يعمل لي IQ لطفلي، او ذكاء كلي، لان الاطفال اللي بياكلوا البراز بيبقى عندهم ضعف في القدرات الذهنيه. طيب لو انا طفلي بيحب ياكل شعره، لو هو شعره طويل شويه، او البنات اللي شعرهم طويل خالص وعلى طول بيحطوا شعرهم في بقهم، ده بيبقى عاده بنشوفها كتير في الاطفال اللي عندهم 4 ل5 سنين. بتكلم كتير مع طفلي، بس لو لقيته كمان بيحط حاجات تانية في بقه ممكن يبقى عنده مشكله حسيه. طيب لو انا طفلي مراهق ولقيته بيقطع شعر راسه وبيقطع شعر حواجبه وبيقطع شعر العانة وبياكلهم، ده مرض نفسي، لازم اتوجه فورا لطبيب امراض نفسية علشان يبتدي العلاج لطفلي. طيب لو انا بقى طفلي بيحب ياكل الحيطة، ده مرض عضوي مش نفسي. الأطفال اللي عندهم نقص شديد في الكالسيوم وفي الزنك وفي الحديد بيحبوا قوي ياكلوا الحيطة، وخصوصا لو رحنا أي منطقة ساحلية زي مثلا اسكندرية وكده، الجير وبياض الحيطة بيبقى منتشر، وكل شوية بلاقي طفلي واقف كده على جنب عمال ياكل الحيطة. مهم جدا ان انا اعمل له التحاليل اللازمه، وعلى راسها اللي انا قلتهم، علشان اشوف طفلي محتاج ايه، وبعدين ببتدي اديله المقويات اللازمه. واول ما الطفل جسمه بيبقى قوي وما عندوش نقص في اي حاجه، اوتوماتيكلي العاده دي بتختفي. طب لو انا طفلي بيقرقط ضوافره، لو انا لقيت ان هو بيقرقط ضوافره على طول ممكن تبقى عاده. لكن لو انا لقيت طفلي بيقرقط ضوافره بس لو هو مثلا تحت ضغط دراسي، تحت ضغط مثلا اجتماعي، وهو بيلعب مع اطفال معينين، وهو بيتكلم مع ناس كبار او كده، ببتدي اراقب طفلي وبشوفه هو امتى بيزيد معاه قرقضة الضوافر، وساعتها ببتدي اتدخل. هل التدخل محتاج بس تدخل الاب والام ان هم يتكلموا معاه ويشوفوا ازاي يقللوا الضغط الدراسي او الضغط الاجتماعي، ولا المشكله محتاجه تدخل نفسي وان الطفل محتاج ياخد مثلا علاج مع اي دكتور امراض نفسيه ولا لا؟
طيب انا اعمل ايه كأم؟ في حاجات كده معينه بعملها بحيث ان الطفل شويه يقلل ارقده الضوافر، وخصوصا لو العاده لسه باينه عنده، لان كل ما ابتدي اكسر العاده دي اول ما تبتدي الدنيا بتتحسن بسرعه. يعني اعمل ايه؟ ممكن مثلا اشغله، كل ما الاقي ايده صباعه في بقه بشغله. ممكن في صباع بيتباع في الصيدليات، صباع بلاستيك بيتحط على الضفر اللي الطفل بيحطه في بقه. ممكن مثلا حاجه مره شويه، مع ان دي مش بفضلها قوي، بتتحط على الضوافر. ممكن بعلم البنات ان هم يحطوا مانيكير علشان يبقى شكل ضوافرهم حلو، وده بيخليهم ان هم مش عايزين شكل ضوافرهم يبقى مش حلو، وعايزين ان على طول المانيكير يبقى على بقهم. ممكن مهم جدا ان انا اتكلم كتير مع طفلي ان هو يبطل العاده دي، ويقوم يغسل ايده كل ما اشوفه حاطط ضفره في بقه. طيب لو انا طفلي بقى بيكي ايتر، يعني ايه بيكي ايتر؟ يعني بياكل حاجه معينه بس. لو طفلي لقيته بياكل الحاجات اللي مزفلطه بس، يعني مثلا ملوخيه، باميه، اي حاجه مهروسه وبس، دي مشكلة. ممكن تبقى مشكلة. ممكن يبقى عند طفلي ضعف شديد في العضلات، ان هو مش قادر يمضغ ويبلع، ضعف كمان في البلع، ضعف في المضغ، وهكذا. فلازم دكتور يشوف لي العضلات بتاعة البق، ولازم يشوف لي التآزر كمان. هل طفلي عنده مشكلة في التآزر ولا لا؟ مش بيعرف يعمل تآزر لكل العضلات علشان ياكل بصورة سليمة. الطبيب اللي بيعمل الحاجات دي بيبقى فيدنج ثيرابيست او اورال موتور، ده بيبقى متخصص في عضلات البق علشان يساعد الطفل ان هو ياكل بشكل طبيعي. طيب لو انا طفلي ما بياكلش غير الاكل اللي بيقرمش بس، دي مشكلة. ممكن تبقى مشكلة حسية، وساعتها بتجه لطبيب وبيشوف لي المدخلات الحسية عند طفلي وبيبتدي يتدخل. او ممكن تبقى مشكلة نفسية، لان الطفل ممكن يبقى مرعوب وعنده خوف وخوف مرضي من اكل معين، وساعتها طبيب الامراض النفسية اللي بيساعده على تجاوز الخوف المرضي اللي عنده. في امراض كتيرة نمائية بيبقى معاها ان الطفل بيحب ياكل اكل معين بس، وخصوصا مرض طيف التوحد. لو لقيت طفلي عنده تكرارية وكمان عنده ضعف في مهارات التواصل ومهارات المهارات الاجتماعية، ساعتها ممكن اتوجه لطبيب امراض نفسية وبشوف هل طفلي عنده مرض طيف التوحد ولا لا. ابعتوا لي قولوا لي لو كان اطفالكم عندهم اي مشكلة في الاكل، عضوية ولا نفسية ولا عادة.